اهلا يا وسهلا، مرحبا مرحبا. يا مرحبا يا دكتور محمد. احنا اهلا. يعني خلينا نبدا اولا بموضوع ازمه المنابر ما بين الوزاره وعدد من السلفيين فيما يتعلق بحقهم في ان يعطوا الخطب يوم الجمعه ورمضان وغيرها. ما هو موقف الوزاره الان ووصلتم لايه معاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. منذ صدر قرار السيد رئيس الجمهوريه معالي المستشار كل رئيس الجمهوريه السابق معالي المستشار عدلي منصور، تم تشكيل غرفه عمليات في وزاره الاوقاف الجمعه الماضيه بامر السيد وزير الاوقاف، وتلقينا بعض الشكاوى في بعض المحافظات، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة لهذه المخالفات. لكن نسبة الالتزام كانت بسم الله ما شاء الله نسبة كبيرة جدا 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 في معظم محافظات الجمهورية. احنا النهاردة في قافلة دعوية في محافظة البحر الأحمر من الأزهر والأوقاف، التقينا عددا من أئمة الوزارة والسادة القائمين على مديرية الأوقاف في البحر الأحمر. هناك التزام بنسبة 100% وليس هناك تجاوزات. غرفة العمليات مستمرة إن شاء الله إلى أن تنتهي كل المشكلات اللي حدثت في الأسبوع الماضي وتعمل بخصوصها محاضر هي يمكن لا تتعدى أصابع اليدين، وفي بعض المحافظات مثل كفر الشيخ كان في مخالفة، دمياط كان في 6 مخالفات. في ممكن دكتور محمد تقول لنا ايه طبيعه المخالفات؟ ايه المخالفه كان ايه طبيعتها؟ إنه طبيعة المخالفات انه صاحب الزاوية جاء بخطيب غير ازهري وسمح له بصعود المنبر. احنا التعليمات القانونية الصارمة الواجب تنفيذها انه لا يصعد المنبر الا الازهري او خريج مركز الثقافة الاسلامي التابع لوزارة الاوقاف المصرح لهما بصعود المنابر. طب دكتور محمد، حضرتك قلت معلومه اعتقد انها محتاجين نفهمها اكتر شويه. من الناس حافظ القرآن الكريم وعرف يعني تفقه بما اتيح له من وقت وسعه واجتهاد انه يتفقه، محتاج انه يروح معهد تابع لوزارة الاوقاف قبل ان يعتلي المنبر، زي ما انا كده بتعلم السواقه وقبل ما بيدوني رخصه سواقه بروح لوزاره الداخليه بقول لهم انا عايز اختبر ان انا اجازه، يعني اجازه لسواقه العربيه، اجازه لاعتلاء المنبر، صح؟ بالظبط كده، الله يفتح عليك، ده كلام طيب وجميل. لابد ان يتعلم العلم الشرعي بيد الاساتذه الازهريين المتخصصين، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يجينا المعهد ثم ينال الافاده، وان شاء الله نستعين بهم عند الحاجه في اعتلاء المنابر باذن الله تبارك وتعالى. دكتور محمد، هل احنا متاكدين رقميا انه عدد الدعاء من خريج الازهر الشريف او ممن حصلوا على الاجازه من وزاره الاوقاف يكفي المساجد والزوايا الموجوده في مصر؟ احنا برضو الوزاره كانت اخذت قرارا من قبل بانه بتقتصر صلاه الجمعه على المسجد الجامع في كل حي او في كل قريه او في كل شارع، وبتغلق الزوايا في وقت صلاه الجمعه. والاصل في هذا الجمعه الاصل فيها ان تقام صلاه الجمعه في المسجد الجامع وليس في الزاويه. ممكن نستثني الزاويه لو كانت بعيده عن المسجد الجامع او لو كان هناك كبار سن ومرضى يصلون فيها. فاذا تم والتزم الكل بالمسجد الجامع عدد الخطباء والائمه يكفي ان شاء الله تبارك وتعالى. طب معلش دكتور محمد سامحني انا بطير عليك، بس الاسئله مهمه لان احنا ده امر ديننا واحنا كلنا معنيين بيه. لو احنا نقول ايه، يعني في بعض الاماكن مفيش مسجد جامع وبالتالي انا لا املك غير ان انا اصلي في زاويه صغيره، هل يعني هامنع من هذا؟ لا، لن تمنع، ما عندناش منع. في اجراء بياخذه صاحب الزاويه اذا كانت الزاويه في اقل من 80 متر بياتي ياخذ تصريحا من الوزاره بفتحها، ويبقى الوزاره مطالبه وملزمه بتوفير الخطيب الازهري المناسب او خريج مركز الثقافه الاسلامي التابع لوزاره الاوقاف. اذا كانت اكثر من 80 متر من حق
فضيلة وكيل وزارة في المديرية التابع لها الزاوية انه يأمر بفتحها. العملية ميسورة تماما، ما فيش مسجد وفي زاوية بنأمر بفتح الزاوية ان شاء الله. بارك الله في حضرتك يا دكتور. معلش